5 اسئله تهمك لو بتفكر تبدا جلسات كوتشنج. اول سؤال، مين هو اللايف كوتش؟ هو الشخص اللي بينقلك من نقطه ثابته للنقطه التانية اللي انت عايز توصل لها. بتبقى في عقبات قدامك واللايف كوتش هو اللي بيساعدك انك تعدي العقبات دي وتوصل للهدف بتاعك. وده تعريف بسيط ليك عن اللايف كوتش بعيدا عن التعريفات الاكاديميه. تاني سؤال وفي ناس كتير بيسالوه، هيحصل ايه في الجلسه؟ هنعمل ايه في الجلسه؟ الدور الاساسي لللايف كوتش ان هو ينور لك النقط المظلمه عندك اللي بتعيقك وتمنعك انك توصل للهدف بتاعك، عن طريق انه بيخلق مساحه امان بينه وبين العميل عشان العميل يقدر يتكلم براحته ويفضفض ويقدر يقول كل حاجه مخوفاه او كل العقبات والمشاكل اللي منعاه انه يوصل للهدف اللي هو عايزه. دور الكوتش ان هو يخرج كل المعطيات النفسيه والذهنيه اللي عندك بكل حريه بكل امان من غير اي ضغط، وده بيتم من خلال ادوات موجوده مع الكوتش. يعني نقدر نقول ان الدور الاساسي للكوتش ان هو رفع الوعي عندك، تعرف نفسك كويس، تعرف قدراتك، تعيد النظر تاني في المعتقدات اللي مسيطرة على حياتك. الجلسة بتتم ازاي؟ يا اما فيس تو فيس وجها لوجه، او عن طريق النت زي زوم، جوجل ميت، فيس تايم. ده ينقلنا لتالت سؤال، ازاي اختار لايف كوتش كويس ويكون مناسب ليا؟ اول حاجة انه يكون لايف كوتش معتمد من جهة رسمية راعية للكوتشنج، منهم الجهات الرسميه الدوليه زي الاي تي اف، وممكن بكل بساطه واردين الشهاده. الشرط ده توفر وموجود هيطلب منك انك تحدد جلسه تمهيديه، دي علامه كويسه جدا ان اخترت لايف كوتش مناسب. الجلسه التمهيديه بقى هتشوفه كويس، هتفهمه، هتعرفه يا ترى هو مستمع جيد ليا ولا لا، بيقاطعني كتير ولا لا، انا مرتاح معاه ولا لا. وده اهم عنصر بقى، عنصر الراحه، لانك مش هتقدر تقول كل اللي جواك بكل اريحيه غير لما اكون فعلا مرتاح معاه. ازاي تتاكد بقى ان الجلسه ديت ناجحه؟ لما عرفنا اللايف كوتش في الاول قلنا هو اللي بينقلك من نقطه ثابته للهدف اللي انت عايز توصله، وده بيتم عن طريق ان هو يزود وعيك ويوريك الحجم الحقيقي للعقبات اللي واقفه قدامك، وكمان يعرفك مواطن قوتك وازاي بقى نستخدم ده كله على ارض الواقع. لو لاحظت ان في معلومه جديده اكتسبتها عن نفسك وطلعت بخطه اوليه هتنفذها عشان توصل لهدفك، ده كله وانت حاسس براحه وانت مش مضغوط، فدي علامات كويسه ان الجلسه دي ناجحه. خامس واخر سؤال، امتى اروح لايف كوتش؟ تقدر تروح لايف كوتش طالما قدامك تحدي معين، بس انا دلوقتي هقول لك على 7 علامات هم الابرز واكثر انتشارا بين الناس. اول حاجه، لو كنت في مشكله بقالك فتره كبيره وكل الطرق التقليديه للحل ما نفعتش معاك. تاني حاجه، لو عايز تكتشف شغفك والشغل المناسب ليك، عندك عاده معينه عايز تبطلها، ازاي تختار شريك حياتك او تحسن من العلاقه اللي انت فيها دلوقتي. لو كنت متردد في انك تاخد قرار مهم جدا في حياتك، عايز تحدد اهدافك في الحياه عشان حاسس انك تايه فيها. لو كنت محتاج للدعم النفسي عشان تعدي مرحله صعبه جدا في حياتك. طبعا في حالات كتير جدا غير كده تقدر تروح فيها اللايف كوتش، بس انا قلت لك ال7 الاكثر شيوعا بين الناس. اتمنى اكون قدرت اساعدك، اشوفكم على خير.